في زمن مختلف وظروف مختلفة، تخيل معايا إنك ممثل مشهور وموهوب، لا تقل وسامة عن آسر ياسين، ولا موهبة عن محمد فراج، ولا قبول عن ماجد الكدواني، وأصبحت مطلوب في السوق دايما، والأدوار والسيناريوهات بتتبعت لك بشكل مجنون، وإيميلك مهنج من كتر الرسايل، مسلسلات وأفلام وحتى إعلانات. بس كمنك ممثل واعي وناضج فكريا وبتحب دايما تختار أدوارك بعناية، فقعدت تقرا السيناريوهات اللي مبعوتة لك كلها والادوار اللي انت مترشح ليها، فيلفت نظرك فيلم كده اخراج طارق العليان وتاليف محمد حفظي، بيحكي عن ولد تربية شوارع بيتحول لقاتل ومجرم بسبب ظروف ما، بيضطر يعيش حياتين، حياة المجرم والقاتل وحياة شخص ارستقراطي في بيئة مختلفة، والشخصية اسمها تيتو. يعجبك الدور وتبدأ أول قراية للدرافت كاملة. أهلا بيكم في أول حلقة من سلسلة أنا ممثل مشهور، والنهاردة هنمثل مع بعض دور تيتو. هو كان في حد سمعنا ولا ايه؟ لا، ده احنا كنا بنفضفض مع بعض. يا جدعان، هو حد يفهمنا غلط؟ احنا ما نقصدش اي حاجه والله. لا ده انت شكلك كده. لا يا عم، انت هتوديني في داهية. ده كلام ابن عم حديد. يا عم انت بتضايق. طيب في البداية كده تعال نبص على الشخصية على الورق. في الأول كده بسم الله الرحمن الرحيم، الشخصية دي عندها كذا صراع، في صراع داخلي وصراع خارجي. الصراع الداخلي هو الصراع النفسي اللي بيحصل لتيتو، وإزاي هي بتتحول من شخص مجرم لشخص بيحاول يتغير عشان الحب. فالشخصية في السيناريو لازم يكون عندها صراع نفسي ودافع قوي يحركها للتغيير والتمرد على ذاتها. فتمام، أنا كده فهمت المحركات الداخلية للشخصية، هي الهروب من الماضي بشكل ما. طب والصراع الخارجي هو صراعه مع رفعت السكري، اللي هو تقريبا كده هيعمل دوره الزميل خالد صالح، اللي بيجبره دايما على الرجوع للماضي والارتباط بأصله، وبناء على الدافع اللي جواه انه عايز يتغير عشان الحب، فهو مش عاجبه ده. وعندك اول حاجز خارجي هو العقيد رفعت السكري، تاني حاجز هو المستوى الاجتماعي، تالت حاجز هو المستوى الفكري. يبقى معانا 3 حواجز خارجية منع تيتو من انه يتغير. نخش بقى في القصة. بيبدأ الفيلم في أحد أحياء القاهرة سنة 1985، وبيقتل تيتو أمين شرطة قبض على أحد زملائه في عالم الجريمة بعد محاولتهم لسرقة ست بتخرج من محل دهب. بيتم القبض على تيتو ونقله لإصلاحية، حيث بينتقل لعالم أبشع وأوسع من الإجرام، بيقضي فيه 16 سنة وبيرتكب جريمة قتل أبشع من اللي قبلها. فبيقتل أحد نزلاء الإصلاحية الأكبر سنا وهو بيحاول يتحرش بيه جنسيا، فبيدافع تيتو عن نفسه بإنه يقتله بعضه من رقبته. فأنت تقف كده شوية تقول الكاتب ده قصده هنا يقول بطريقة القتل دي إن تيتو تحول لحيوان مفترس عشان يعرف يعيش في مجتمع الغابة ده؟ ما شاء الله عليك، لا بجد ما شاء الله عليك، ممثل موهوب وكمان ذكي. ومن أول كام سطر كده من السيناريو نستوعب أول صفة مكتسبة في شخصية تيتو، هي العدائية. علم يا ابني في السيناريو بتاعك بالقلم الماركر. عشان مرضتش ارجع للوساخة. طيب كل ده انت لسه ما ظهرتش، احنا بنشوف تيتو هو طفل. نكمل بقى. بيروح تيتو لصاحب عمره صبحي، واللي تقريبا كده هيعمل دوره الزميل ضياء عبد الخالق، وبيقول له ان في عملية حلوة قوي مع ضابط فاسد جدا بس هيظبطنا بشوية فلوس حلوة. ومن هنا بنبتدي نتعرف على شخصية الشرير في الفيلم بتاعنا، وبتتبني اول علاقة بينهم، ومع شوية مشاهد على مزيكا على شوية حاجات إخراجية بنفهم كده إن تيتو كمان اكتسب شوية مهارات قتالية ومهارات في حمل السلاح، بقى من الآخر كده قاتل محترف. طب نقف ثواني كده، وعشان أنت برضه ممثل ذكي ومجتهد، تعال نعمل سيرش على جوجل عن بعض من صفات القاتل المحترف أو القاتل المتسلسل. من أهم صفاته هو الشك الدائم في كل حاجة وكل شخص. طب ومن ضمن الصفات النفسية بقى اللي بتبقى بين السطور كده وبتبان من خلال الملاحظة لحالاتهم النفسية، بيقولك إن أحيانا بيصيبهم بعض الفواصل الذهانية. طب وإيه هي الفواصل الذهانية؟ باختصار وبسطحية شديدة عشان بس نطعم الشخصية بتاعتنا، هتلاقيه ساعات بينسى ومش بيركز، وأوقات بيسرح في سيناريوهات خيالية في دماغه. يعني تالت صفة معانا هو السرحان شوية في لحظات الهدوء. حلو قوي، ابتدينا نتعرف أكتر على شخصية تيتو.
نكمل بقى في القصة. بيموت صبحي صاحب عمرك عشان تبقى علاقتك مباشرة بشخصية الشرير وتتعرف عليه وجها لوجه. أنا بابا يلا. وفي خلال هذه الرحلة الإجرامية الجديدة تضعك الصدفة أمام فارس، واللي تقريبا برضه هيعمل دوره الزميل عمرو واكد، الشاب الغني ابن رجل الأعمال الناجح اللي هيبقى صديق تيتو بدون إنه يهتم بأصوله الاجتماعية وتاريخه، ويبدأ التحول في شخصية تيتو من اللي كان مقتنع بأن الإجرام هو طبيعة الحياة والطريق الوحيد للثراء للرغبة في الحياة النظيفة الشريفة بعد ما تعرف على أسرة فارس، وبيقتنع ان الحياة ليها وشين مش وش واحد. اقف بقى هنا كمان ثواني، في تحول هنا في الشخصية، في بلوت محطوط هنا، خد بالك. يعني تيتو في الجزء ده حاجة، وفي الجزء التاني من الفيلم حاجة تانية خالص. يعني هغير أدائي خالص، بس أكيد بالتدريج، يعني واحدة واحدة، عشان هنا اتولد عندي الدوافع النفسية اللي بسببها هتدور أحداث الفيلم. ما شاء الله عليا، والله ممثل ذكي. بس برضه تيتو شخصية صلبة، مش هيغير معتقداته كده بسهولة. عايزين دافع أقوى. حد يكلم الكاتب يا جماعة يقوله يحط دافع أقوى. بس خلينا نكمل قراية السيناريو، يمكن يبقى فيه دوافع تانية. بتزيد رغبة تيتو في التوبة لتتحول إلى هدف عندما يتعرف على نور، واللي هتقوم بدورها حنان ترك، أخصائية التخاطب. وبيتمحور دور نور في العمل مع الأطفال المعاقين، مقتنعة بأن الأطفال دول ملهمش ذنب في الحياة اللي بيعيشوها، واللي بتقول نفس الكلام عن رضا الطفل اللي هيقابله تيتو، وشاف فيه صورة أخرى من نفسه، وبيحاول جاهدا أن يحسن من العيشة بتاعته ويوفر له بيئة أفضل، في محاولة منه ليثبت لنفسه أن المجتمع والظروف هي المسؤولة عن الحياة. بس أيوة كده فعلا في دوافع قوية تخلي تيتو يتغير، شخصية الطفل وشخصية نور. الحب هو دافع أقوى. كده الصورة ابتدت تبقى أوضح في دماغي. الدور عجبك مش كده؟ وأنا كمان الدور عجبني. في تطور وتحسه كده من لحم ودم، وله رسالة وهدف. لازم نمثل الدور ده. تعال نبتدي شغل على الدور ونركب كده الصفات والحاجات بتاعتنا على بعضها. تيتو مواليد 1975، عنده 33 سنة، طوله ووزنه متوسطين ولكنهم مناسبين بشكل قياسي، قوي البنية ولكنه غير رياضي، بيعاني من بعض المشاكل بالثقة بالنفس وبالناس برضه، عدواني ولكنه طبعه هادي، بيعاني من بعض الفواصل الذهنية بين الحين والآخر، لم يستوعب مفهوم العطاء بلا مقابل، حياته كلها بمقابل. ودي أول صفات أساسية نقدر نتكلم بيها مع تيتو. طبعا كل ممثل منظوره بيختلف عن التاني عن رؤية تيتو، ولكن دي المعلومات اللي قدرنا نطلعها من سيناريو تيتو بس من القراية الأولى. ولكن طبعا نقدر نطلع تفاصيل أكتر من القراية مرة واتنين. شخصية تيتو على فكرة مش شخصية مركبة لحد كبير، بالعكس هو واقعي جدا جدا. هيعتمد على نسبة كبيرة من الارتجال الشخصي، من حيث إنك لازم أغلب الأفعال اللي هتطلع مننا لازم تكون مرتجلة في ساعة التصوير وتبقى وليدة اللحظة. فيعني مش هنذاكر بنسبة 100% في البيت، هو يا دوبك 50-50، 50 في البيت و50 هيبقى في اللوكيشن وبس كده. أما يا صديقي مهنة التمثيل دي مهنة ممتعة بشكل، بس للأسف الدور راح للزميل أحمد السقا، والفيلم اتصور واتعرض كمان. ولكن من وجهة نظرك كممثل محترف، هل أحمد السقا عمل اللي احنا ذاكرناه، ولا عمل أحسن، ولا عمل أوحش؟ دي إجابة متروكة ليك أنت، هستناها أسمعها منك. وبس كده، شكرا. دلوقتي بس عرفت إن مكتوب على جبيني إن اللي فات ما بيتنسيش، والماضي لسه قادر يعيش.